اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو باحسن الاحوال. المهم مؤخرا جيت لكم بمواعيد جديده، لا بالنسبه للتجمع العائلي بالنور الوسطى، لا بالنسبه لي كونطرا وحتى الرقم ديال التيكي. ولكن قبل كل شيء بغيت ننبه واحد الحاجه الناس ديال لي كونطرا على ان هاد السيمانه صراحه كان الرفض كثير، والسبب هو الميساج ديال كونفيرماسيون ديال الباترون اللي ما كيجاوبش القنصليه. المشكله ان كاينين جوج حالات. كاين الحاله ديال الباترون انه ما كيبقاش باغي داك الشخص بحكم الروطار اللي هو صراحه غير مسؤول عليه، ولكن كيبقى روطار فكيصيفطوا له ميساج وكيجاوبهم على ان هذا الانسان راه ما بقاش باغيه، فكيوصلوا الرفض. ثاني حاجه ان كاين اللي كيقول لك ان الباترون ما جاوبناش، لان كما حنا عارفين ان فوا كتريفز لك الفيزا ديالك كيعطيوك واحد الوراق اللي هما كيكتبوا لك السبب علاش، باش انت كتعرف. كما قلت لكم الناس ديال الجنسيه على لا سيناتور ما كايناش بحال اولا الناس ديال النولوسطا ديال المشكل ديال البارح، الفيديو ديال البارح راه بزاف ديال البنات طاحوا في داك المشكل ودخلوا هضروا معايا كيديروها ديال انهم كيدفعوا النولوسطا قبل انهم ما يدفعوا الزواج. وبالنسبه لهاد الدراري كما قلت لكم كيتصيفط لهم الميساج ديال القنصليه الباترون، الباترون ما كيردش ليه البال. بحال الدري مثلا البارح اللي تواصل معايا من امام في اف اس جلوبال، صراحه كان متدمر بزاف لانه ما كانش متوقع انه غيجي الرفض، سورتو ان باقي عنده كونتاكت مع الباترون، ولكن قال لي لا سكرتير ديالو ما ردتش البال الميساج. قال لي من هضرت معاها من دخلت بدات كتقلب فعلا لقات الميساج في الجيميل، ولكن هي ما ردتش ليه البال. فحاولوا انكم ما طيحوش في هذا المشكل، لان البارح بزاف ديال الدراري طاحوا في هذا المشكل وعطاوهم الرفض. فانا كنعرف ان الدراري كيدمروا الله يحسن العوان، كيكونوا كيتسناو مده طويله، كيخسروا بزاف ديال الامور، لا فلوس لا وقت لا اوراق لا بزاف ديال الحوايج، فكيتحطوا امام الامر الواقع بسبب هذا السبب اللي هو بسيط. اي واحد يتواصل مع الباترون ديالو يقول له رد البال الجيميل ديالك، سورتو الا كان باقي باغيه، سورتو الا كان يعني محتاجه باش ما يضيعش عليه الفرصه هكاك مجرد انه ما شافش الميساج. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش اللي باقي ما اشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس باش ديما يوصلوا جديد، واللي من اهل القناه ما ينساش يرجم ولا كومونتير زوين ديالكم، هكا كتحفزني باش ديما نزيد لقدام. وشكرا على الدعم ديالكم واي ميساج كتخليوه ليا زوين في حقي، كنشكركم بزاف. فاول حاجه غنبداها بالنسبه للناس ديال لي كونطرا. ارقام ديال التيكي اللي رجعوا لهم اللي كانوا من شحال هادي كانوا كيتواصلوا معايا وتعطلوا عليهم صراحه لدرجه كانوا كيخموا واش يديروا محامي واش يتسناو. الحمد لله توصلوا الرونديفو ديالهم اللي الرقم التيكي ديالهم 352,000 354,000 356,000 و 360,000. ولكن واحد السيد اللي عنده الرقم التيكي ديالو شويه طالع اللي هو 362,900 وشي حاجه، عنده كونطرا موديل سي كانت تسجل في 2 شهر 5 ديال 2024. البارح كان صيفط ليا خدا الرونديفو، البارح خداه عطاوه في 28 شهر 3 ديال 2025 مع 10:30 ديال الصباح. الكاتيجوري راه بطبيعه الحال الكونطرا ديال الخدمه، وعطاوه مراكش. واحد القضيه اللي غنفسرها الناس ديال لي كونطرا كتخلعهم ما كيعرفوهاش، كيقول لك اختي انا نورمالمون محسوب على كازا اولا محسوب على بني ملال، ولكن من دخلت الرونديفو ناخذو اولا كياخذوا لواحد الشخص اخر. بحال مثلا هذا السيد اللي صيفط ليا خدا ليه ولد عمو، هو اللي تكلف ليه خدا ليه الرونديفو. فقال لي انا ملي شفت مراكش تصدمت، انا ما محسوبش على مراكش. قلت له ما عندكش مناش تخاف. وكيدخلوا عندي دراري كيسولوني بخصوص هذه القضيه. انت من تدخل تبغي تاخذ الرونديفو راه ولات على حسب لا ديسپونيبيليتي ديال الرونديفو. الا كانوا رونديفوات متاحين في بني ملال راه كيعطيوك بني ملال، ديجا هما كيعطيوك 2 مدن تختار، مثلا كيعطيوك سورتو الناس ديال لي كونطرا كيعطيوك مراكش اولا بني ملال. واخا انت تكون محسوب على كازا ما عندكش مناش تخاف. يعني كاين الناس كيخاف كيقول لك ياك ما اختي غطرى ليا شي مشاكل، ياك ما غيمشي غيرفضوا ليا. لا، راه هما مادام هما اللي عطاوك اختار انت هي داكشي اللي مسلكك، شوف المدينه اللي انت مسلكاك، لان مادام ما عطاوكش كازا الا وما كاينش المواعيد في كازا كيعطيوك يا اما مراكش يا اما بني ملال. يعني هذه القضيه راه ما عندكمش مناش تخافوا منها. ولكن اليوم فقط واحد الدري اللي كان عندي كونتاكت معاه في الانستغرام، رقم التيكي ديالو 368,000.
هاد السيد توصل بالموعد، ولكن باش نكون معكم صريحه توصل به من طرف المحامي هو اللي جاب ليه الموعد وتعطاه الرونديفو في 26 في شهر 3. يعني هذا الشهر اللي حنايا فيه كان يعني كانت قال لي تواصل معايا الباترون اختي سلمى وبدا كيقول لي كل مره انك تعطلتي عليا خصك تلقى حل. قال لي وهضرت معاه باش يشوف لي شي محامي. قال لي انا راه ما عمري ما وكلت محامي لشي واحد. قلت له عافاك غير شوف وكل لي محامي وانا نخلصو، يعني انا ندير كل شيء، غير شوف لي. قال لي شنو اللي خصني ندير. هي فاش تواصل معايا قلت له راه فقط غتعطيه المعلومات الشخصيه ديالك، خصو يشوف لك شي محامي، لان قلت لي نورمالمون باترون راه ما منحقوش، ماشي ما منحقوش، ولكن ما عنده علاش يدرونجي راسو باش يوكل لك محامي. ولكن مادام انك كتعرفوا يعني صديق ديالك اولا كتعرفوا، يوكل لك محامي باش هو يتواصل مع القنصليه على قبل الرونديفو. فداك الشيء نيت اللي كاين اليوم. تواصل معايا وصفت لي الرونديفو ديالو وكنشكرو من هذا المنبر. فحاليا غندوزو بالنسبه للتجمع العائلي بالنولوستا. صراحه واصليني جوج ديال المواعيد، حيت انا كنت الا ما خفت نكذب اخر ميساج كنت درتو كنظن 2 ولا السبت ديال المواعيد ديال التجمع العائلي بالنولوستا. اول رونديفو وصلني ديال واحد السيده كانت مقيده في 20 شهر 2 ديال 2024 وعطاوها الرونديفو دفع في 9 شهر 4 ديال 2025 في مراكش. هاد السيده جاها الميساج، جاها يعني الرونديفو بلا حتى حاجه، يعني بلا محامي بلا والو، ولكن السيده الثانيه جاها من طرف محامي. هاد السيده كانت مقيده في 15 شهر 4 ديال 2024 وعطاوها الدفع في 4 ديال 2025، يعني الشهر الجاي. هذه كلفت محامي الزوج ديالها هنايا هو اللي تكلف ليها بمحامي. غنهضروا على واحد النقطه ديال القضيه ديال المحامي، راه حتى هي ولات قضيه ديال الزهر باش نكون معكم صريحه. كاين اللي كيوكلوا في ظرف سيمانه كتخرج ليه الرونديفو، كاين اللي في 15 يوم، كاين اللي شهر ونص، كاين اللي كيصيفط القنصليه وما كيلقاش واحد الاستجابه حتى كيقول لك انا خصني غنشوف غنرفع شي دعوه ولا شي حاجه، لان ما كانش شي تواصل. كل واحد وكيفاش داير، لان حتى دابا الناس كل واحد كيضرب على راسو، كل واحد كيوكل محامي، فهما صعيب عليهم انهم يجاوبوا كاع المحامين في دقه. فاي واحد دابا كلف محامي الا تعطل عليك راه ولا عاوتاني واحد الروطار عادي، راه ماشي مجرد انك وكلتي محامي راه في سيمانه غيجاوبوك اولا في 15 يوم. كاين اللي كيجاوبوا في داك الظرف، وانا كنت شاركت معكم هاد الناس، وكاينين اللي كيتعطلوا عليهم لان كيقول لك انا ما لقيتش تواصل مع القنصليه ما جاوباتنيش. بحال غير اليوم واحد السيده تواصلت معايا قالت لي على اساس انه وكلت محاميه، ولكن من تواصلات قالوا لي لا خصك تواصلي مع كازا، هي راه ما محسوباش علينا. عاد صيفطات ميساج لكازا ولكن ما كانش واحد الريسبونسابل، يعني عفوا ما كانش واحد الريبونس من طرفهم، يعني ما جاوبوهاش. فضروري مره كتلقى هذا جاوبوه من طرف محامي، مره هذا تعطلوا عليه، يعني غير قضيه تزهر وصافي. فكنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم. حاولوا اي واحد من الدراري يتكونتاكتا مع الباترون ديالو على قبل الميساج، راه الا ما كونفيرماش ليه راه الرفض كون متاكد منه ماشي 100%، مليون في المية غيكون، راه ولا ضروري انه كيتصيفط داك الميساج، لان نظرا للمشاكل اللي ولات كتوقع حاليا كيكون الباترون كتعطل عليه، ما كيبقاش باغي داك الشخص. فداك الشخص من كيطلع هنايا لايطاليا بلاص انه ما يدير الكونطرا ديال الخدمه ويدير مزيان ما كيلقاش فين يخدم، فراه هنا كيكون الزيار. راه ملي تشوفوا تما الزيار عرفوا راه حيت هنايا كي بحال راه كيطوقوهم شويه اولا كيقول لهم كينبوهم، بقى بحال اللي وقع التجمع العائلي بالنولوستا. كاين اللي كيصيفط لمرتو كتخرج ليه النولوستا، من بعد كيخرج من ديك الدار وكيمشي لبلاصه واحده اخرى، فولاو بعض المرات كيكونوا تواصل بين القنصليه وهنا على ان داك الشخص واش باقي في داك العنوان واش باقي في داك السكن. فحاولوا انكم تردوا البال. فكنتمنى لكم الخير والتيسير. بسلام عليكم.